اهلا بيكم في حلقه جديده من اومنيفيرس واتشر. كنا اتكلمنا قبل كده على فانتوم سترينجر وذا كويتشن. النهارده هنتكلم على الثالثه بتاعتهم وهي بندورا، وناخد فكره عنها في الكوميكس. بندورا هي شخصيه تبع دي سي كوميكس او ظهور ليها في الكوميكس كان شهر يونيو سنه 1936. الكلام ده كان في العدد رقم 5 من 6 الكوميكس نيو كوميكس على ايد الكاتب هنري كيفر. في النيو ايرث بعد ما بروميثيوس بيسرق النار، زوس بيطلب من هيفاستوس اله الحدادين والحرفيين ان هو ينشئ الانثى الاولى. كانت مثاليه، باقي الالهه الاولمبيين باركوها وادوها هدايا سموها بندورا، ودي معناها هديه الجميع. زوس بعد كده بيديها صندوق بيقول لها دي لجوزك القادم كهديه جواز واياكي تفتحيه. بعد كده بيبعتها لبروميثيوس، هو بيرفضها، اخوه بياخدها بيتجوزها، وهي بعد كده تقول له ما تيجي نفتح الصندوق، وبيوافق بعد ضغط كبير منها. هي اول لما بتفتح الصندوق بيطلع كل الشرور والامراض. هي بتتخض، بتقفله بسرعه، بس بيكون تو ليت، كل الكلام ده بيكون خرج بالفعل. سكان القريه بيطردوها، هي بتهيم في الارض سنين كتير لغايه لما جايا تسمع دعائها وبتسحبها في الارض. في الفلاش بوينت باري ألم فلاش بيكون عايز ينقذ امه، فبيسافر عبر الزمن الى الماضي بينقذها، بيتسبب في الفلاش بوينت، بيندم بعد كده فبيسافر عبر الزمن الى الماضي تاني عشان يمنع نفسه من انقاذ امه. بيشوف 3 خطوط زمنيه ودول نيو ايرث، فيرتيجو، وايلد ستورم كوميكس. بيقابل بندورا وهي بتقول له ان الكون زماني اتقسم 3 خطوط زمنيه لاضعافه، وان اللي عمل كده عايز يغزو الكون. احنا المفروض دلوقتي ندمج ال3 خطوط زمنيه دول لمواجهه الخطر ده، وبالفعل ده اللي بيحصل بمساعده فلاش. وده بيكون بدايه النيو 52 وبرايم ايرث. بعد كده بنشوف ان فانتوم سترينجر بيقابلها وبيلومها على اللي حصل. هي بتقول له ولا انت ولا ذا سبيكتر تقدروا تخوفوني. هو بيقول لها هاتي الصندوق اللي معاكي، هي بترفض، بتمشي وتسيبه، بتدور على الجاستس ليج عشان يساعدوها في المخطط بتاعها، بغض النظر هيوافقوا ولا لا. بنعرف اصولها بعد كده. هي كانت واحده عايشه في مقدونيا سنه 8000 قبل الميلاد. ابنها بيتعب، بتروح الغابه عشان تدور له على توت وتعمل له دواء وتعالجه. بتلاقي جمجمه، دي بتكون بتمثل الصندوق وبيطلع منها ارواح بتمثل الخطايا ال7 المميته. هي بيغمى عليها، بتفوق بالليل، بترجع القريه بتاعتها بتلاقيها اتدمرت والخطايا أثرت واستحوذت على الناس وخلتهم يموتوا في بعض، وإن خطيئة الغضب مسيطرة على ابنها. هي بعد كده بيتعمل لها تيليبورتيشن لروك اوف ايترنتي عشان تتحاسب عند مجلس السحرة. بتلاقي معاها فانتوم سترينجر وذا كويتشن. السحرة بيقولوا لهم هم ال3 إن هم أكتر 3 مذنبين في تاريخ البشرية. هي حسابها بيكون إنها تسير في الأرض للأبد عشان تشوف تأثير الشر على البشر، وبيبقى في وشها جروح بتؤلمها باستمرار. بترجع القرية بتاعتها بعد كده بتلاقي الناس كلها ماتت، وإن الخطايا سابت المكان. بتدفن اهل القريه، بتقعد وسطهم لغايه لما الارض نبتت والشجر ابتدى يظهر تاني. ابتدت تسير في الارض وتشوف الخطايا بتعمل ايه في البشر وبتحاول تنقذهم. هي اكتشفت ان مع كل روح هي بتنقذها الخطايا بتموت ناس اكتر. ابتدت تنصح في الناس، بس اغلب الوقت الناس كانت بتتجاهلها. من وقت للتاني الخطايا كانت بتزورها، يتريقوا عليها ويقولوا لها يا ماما او يا مزر، عشان هم كانوا شايفينها انها امهم وهي اللي حررتهم، وبيطلبوا منها الانضمام اليهم. هي قررت انها تواجههم مباشره. ابتدت تتعلم الفنون القتاليه والسحريه، وبعد كده قابلت في رحلاتها المتعدده واحد خالد تاني اللي هو فاندل سافيج. هو بيقول لها احنا الاتنين شبه بعض، المفروض نبقى اصدقاء. هي بترفض نظرا لحبه المفرط للحرب والعنف. بعد كده بتسترد الصندوق من غرفه العمليات السوداء الارجوس، وبعد سنين كتير بتقابل الساحر شازام اللي بيعترف ان هو كان غلطان هو ومجلس السحرة، وان العقاب بتاعهم كان قاسي. هي كانت مجرد شابة صغيرة عندها فضول. هي بترفض الاعتذار ده وبتقول له ازاي افتح الصندوق علشان ارجع الخطايا. هو بيقول لها فقط الناس اللي عندها اقوى القلوب او اسودها اللي يعرفوا يفتحوا الصندوق وياخدوا القوه اللي فيها. قبل ما يعرف يفسر اكتر بتيجي صاعقه وبيختفي. هي بعد كده بتقرر انها تطلع على جاستس ليج وتدور على سوبرمان. بتقول سوبرمان اكيد عنده قلب من اقوى القلوب، بس للاسف بيخيب املها وظنها والصندوق بيسيطر على سوبرمان. بعد كده بيحصل خناقه كبيره جوه جاستس ليج عشان كان كل شويه واحد بيلمس الصندوق ويتجنن. بعد كده في قصه فوريفر ايفل بنعرف ان الصندوق ده مش سحري على الاطلاق، ده جهاز تكنولوجي بيفتح بوابه لارث 3، وان هو مش بيفعل غير لو كان حامله واحد من الارض دي. ألفريد بينيورث بيستخدم الصندوق ان هو يفتح بوابه لارث 3 وبيجيب منها كرايم سينديكيت. هي بعد كده بتعرف الحقيقه ان الخطايا ال7 دول ما هم الا اجزاء منها، وان هم في حاله حرب منذ قديم الازل. كل مره حد فيهم بينتصر والمالتي فيرس بيتدمر والكون بيتعمل له ريست. هي المره دي الامل هو اللي بينتصر، وهي بتمتص باقي الخطايا كلهم جواها، واللوب والسلسله دي بتتكسر. بعد كده احنا بنعرف ان اللي كان سبب في النيو 52 نشأة البرايم ايرث ما كانش بندورا وما كانش فلاش، ده كان دكتور مانهاتن. هو اللي عمل كل حاجه الناس بتلوم عليها بندورا. بعد كده هي في لحظاتها الاخيره بتوصفه ان هو وحش ما عندوش قلب، وبتقسم ان الابطال هيتسلحوا بالامل ويثبتوا له ان هو على خطأ.
هو بيعمل كده وبيموتها. احنا دلوقتي ممكن نتكلم على قدراتها. هي ايه قدراتها؟ عندها قدرات سحريه، قدره على التحمل كبيره، متانه خارقه، تيليبورتيشن، متقنه لفنون كتيره زي المبارزه، الرمايه، والقتال بالايدي. هي كمان الاسلحه بتاعتها عندها مسدسين بيطلقوا طاقه سحريه، وعندها مناجل مربوط فيها كور معدن، وعندها سكاكين. بس كده، ده كل اللي اتقال عن بندورة في الكوميكس لغايه لما ماتت. كانت حلقه سريعه. انا عايزك دلوقتي تقول لي في الكومنتس انت ايه رايك في الشخصيه دي. دي سي يوما ما لو قررت انها تعمل لها عمل فني مع ترينيتي اوف سينز مع فانتوم سترينجر وذا كويتشن، هتبقى متشوق انك تشوف العمل ده ولا لا؟ احنا الحلقه الجايه هنتكلم على حاجه جديده. لغايه الحلقه الجايه ما تنساش تعمل لايك وشير. لو انت مش عامل سبسكرايب اعمل، وما تنساش تضرب الجرس.